ازيك يا كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا نجم؟ مبروك. تمام، الله يبارك فيك يا كابتن، الحمد لله. يعني نقدر نقول النهارده كابتن محمد يوسف بيبدأ بيك وبيديك ثقة اكبر يا عمرو اللي انت تكون موجود كمهاجم اساسي للنادي الاهلي الفترة اللي جايه. والله طبعا الحمد لله الاول على المكسب يا كابتن. وبعدين انا يعني ثقه الكابتن محمد يوسف الحمد لله انا شايف انها بتتكرر فيا. انت عارف ان الحته اللي قدام دي في النادي الاهلي صعبه، يعني في المكان ده بيبقى فيه اللعيبه اللي بتشيل الفرقه، والفرقه اللي شايلين النادي الاهلي كلها الفتره اللي فاتت ومسؤولين عن الفوز بتاع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. بس انا على قد ما بقدر يعني بتعب وبحاول ان انا ابقى موجود يعني، ولما بتجيلي الفرصه صعب قوي ان انا اكسل او ما اديش، يعني لو كوره مش ماشيه معايا ما اديش اللي هو الواجب اللي هو مطلوب مني، الجري والحماس دي حاجه لازم تبقى موجوده فيا يعني في الماتش. فالحمد لله النهارده يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع بالمكسب. يعني انت عارف الدوري برضه غير، لازم اهم حاجه 3 بونت، يعني الماتشات خلاص، يعني الماتشات مش كتير، مش مجموعه واحده اللي انت ممكن تعوض، لا ده خلاص يعني ده مجموعتين وعدد الماتشات قليل، فالواحد بيحاول على قد ما يقدر بيريح الفرقه يعني بناخد 3 بونت من اي ماتش، يعني ده الهدف اللي احنا بندخل عليه. كلام كابتن محمد يوسف دايما ليك ايه يا عمرو؟ يعني تعليماته دايما ليك ايه؟ بيقول يا كابتن سامع حضرتك كويس تقول ايه؟ بقول لك يا عمرو، يعني دايما تعليمات كابتن محمد يوسف بيقول لك دايما ركز على ايه يا عمرو؟ والله يا كابتن انا عارف ان الفتره اللي فاتت احنا يعتبر يعني الفرص اللي بتيجي قليله قوي، يعني اللي احنا بنحاول بنستغل اي فرصه بتيجي، بنحاول نستغلها يعني. في نقص عدد كبير في الفرقه، بس الحمد لله اللعيبه الصغيره واللعيبه اللي موجوده الكبيره الحمد لله قادرين ان احنا نحقق اللي هو المهم والمطلوب من الماتش يعني. بس هو ممكن يكون بيركز بس شويه في اللي هو يعني الكور العاليه شويه، ان انا مثلا بلعب مكان كويس، مثلا بيعرف ياخد مكان كويس، فممكن يكون الكور دي. وتاني حاجه اللي هي ان احنا طبعا نحافظ على الكوره. تليفون التليفون بيقطع شويه يا عمرو. انت رجعتوا القاهره ولا لسه في اسكندريه؟ تليفون قطع مع عمرو جمال لاعب